كمان اهوت، يعني في كل الصينيه ما شاء الله. بصوا بصوا اللحمه ما شاء الله جميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لحمه بالخضار، صينيه لحمه بالخضار في الفرن بدون اي افتكاسات، حاجه سهله وسريعه وفي نفس الوقت جميله جدا. طبعا عندي اللحمه وعندي ايا كان نوع الخضار اللي عندي اللي انا بحبه احطه، يعني مش شرط الخضار اللي انا حاطاه بالظبط. وعندي بصله وعندي معلقتين صلصه وعندي فصين توم، شويه ملح وفلفل وشويه بهارات بسيطه جدا ولورا وحبهان. انا طبعا مفيش عندي حبهان، فاللي عنده يحط، يعني دي اللي كان اخر حاجه، وشويه كزبره صغيرين. برضو التوابل دي على حسب راحتكم. دلوقتي انا هعمل ايه، انا هقطع الخضار كله احطه في الصينيه. انا هقطعه معاكم عشان تشوفوا بس الايه حجم التقطيع هيبقى شكله ايه. بصوا انا مقطعه طبعا اللحمه مكعبات اهي، حتى انا ممكن احطها. بصوا المكعبات، اللي عايز يقطعها اكبر من كده ماشي، اصغر من كده ماشي، وكميه اللحمه على حسب يعني اللي انتوا اللي يكفيكوا، يعني على حسب اكلكم. فدي طبعا الكميه اللي انا بعملها فهحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع عليها بقى كل الخضار. انا هنا عندي كوسه، الكوسه طبعا بتستوي بسرعه فهقطعها كبير كده عشان خاطر تستوي مع اللحمه ما تبقاش طريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اصغر دي شويه كمان. هقطع الجزر برضو مش كبير قوي لان الجزر بيبقى ناشف واللحمه مش هتاخد معايا سوا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الخضار ده يستوي مع اللحمه في نفس الوقت. لو كانت اللحمه بتستوي بسرعه، طيب اللحمه بتاعتنا بتاخد وقت في السوا، هعمل ايه؟ هديها الاول على البوتاجاز، هديها غلوه تاخد نص سوا تقريبا، وبعدين ابتدي اكملها. برضو البطاطس هحطها قطع كبيره اللي بيها تستوي ما تطراش، لما اجي افتح عليها ما تطراش قوي اهي. بس ادي البطاطس وادي الكوسه وادي الجزر، وعندي البصله برضو هقطعها اي تقطيع اللي يعجبنا. هقطعها كده جوليان او هقطعها نصين كده. انا قطعتها تقطيع عشوائي قدامكم اهو. برضو الطماطم اللي عندنا هقطعها برضو 4 أو 2 اللي يعني بص اي تقطيع كده. كده الطماطم كبيره صغيره هتطرى مننا فيها وهتتقلب زي الصلصه يعني. شويه بسله صغننين فقلت مش مشكله نستخدمهم يعني. ادي الخضار كله بتاعنا، نقلب بقى كله فوق وتحت، واللحمه تحت فوق مش هتفرق خالص يعني. ماشي. عندي بقى التوابل بتاعتي اقلبها على بعضها كلها. لسه هقطع فصين الثوم اهو. ناخد فصين الثوم نقطعهم الاول تقطيع برضو كده لان هو هيطرى، يعني انا عايزه ريحه الثوم وفي نفس الوقت يساعدني في السوا مش اكتر كده. مش هتفرق تقطيع الثوم، انا كان ممكن اطحنه يعني وكده، بس انا قلت ايه يبقى على الطبق قدامكم عشان تشوفوا كل حاجه. وادي التوابل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. كميه الملح على حسب الكميه اللي احنا عاملينها. ادي التوابل بتاعتي. هعمل ايه كمان؟ هحط معلقه الصلصه. بسم الله. مش كتيره برضو. وهعمل فيهم ايه؟ هحط فيهم كمان شويه ميه. انا جبت لها شويه ميه هحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي انا مش هحط ميه كتير، هما يعني قيمه كوبايه تقريبا، لان انا عندي البصل هينزل ميه والبطاطس ميه هتنزل والكوسه هتنزل فهتستوي في حاجه. دي عباره عن معلقه سمنه او شويه سمنه شويه زيت، يعني هي بس حاجه بسيطه كده للمعه مش اكتر. دي انا بقى كانت عندي سمنه فمسكت في السقعه بس مش اكتر. بس وخلاص كده هلفها بالفويل بتاعي. وانا مسخنه الفرن بتاعي، لازم احطها الفرن يكون درجه حرارته عاليه، وهفضل معليه الفرن شويه لغايه ما الصينيه بتاعتي تبتدي تخش في السوا، تبتدي تسخن وتخش في السوا، واحطها على درجه حراره بعد كده 180 مثلا مده على حسب سوا اللحمه، مده تقريبا ساعه ساعه وربع، مش هتزيد عن ساعه ونص بالكتير ان شاء الله. ولما تطلع هنشوفها مع بعض. دلوقتي دي يا حبيبتي حبايبي صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله. طبعا لو لقيتوها ناشفه، انا كنت لقيتها ناشفه شويه فزودتها سنه ميه بسيطه لان انا عامله جنبها رز ابيض. لما خلاص قربت على السوا ابتديت اشيل الفويل وابتديت اسيبها، حتى حطيت فيها قرن فلفل اهوت، سبتها شويه تحت الشوايه. تعالوا نشوف ازاي الخضار مستوي معانا حلو قوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخضار طالع زي ما هو، وبسم الله ما شاء الله مستوي جدا ما شاء الله. يعني قدامكم الخضار اهو، بصوا ما شاء الله، وماسكه نفسها. ليه؟ لان احنا قطعناه قطع كبيره. نفس الطريقه الكوسه اهي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، كل الخضار بتاعنا استوى. وادي كمان الجزر اهو، بصوا ازاي استوى. تعالوا بقى نشوف حته اللحمه بتاعتنا. انا اسف. بسم الله ما شاء الله، ازاي قطعه اللحمه برضو استوت سوا حلو قوي كمان اهوت، يعني في كل الصينيه ما شاء الله. بصوا بصوا اللحمه ما شاء الله جميله، بألف هنا وشفا على اللي هياكلها. وتفضلوا بقى كلوا معانا.